ده فيديو مبسط برضك لوجه الله، ماشي. اللي حاسس انه مسه حاجة او على حاجات بدائية لوجه الله برضه هيقرأ ساعة ما يجي ينام. طبعا هينام متوضي على وضوء، يصلي العشاء ويصلي ركعتين لله وينام متوضي. هيقرأ الفاتحة والمعوذات اللي هي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وآية الكرسي، ماشي، قبل النوم. وبرضه ساعة ما يقوم من النوم، ماشي، هيقرأهم. هيصلي الصبح ويقرأهم، ماشي. ويا ريت يمشي متوضي، ماشي. والبخور بقى يبخر نفسه بالبان دكر زائد شيح زائد كزبرة زائد قشر توم، ماشي. وده كله موجود عند العطار. ويغتسل بمية بملح خشن وخل، ماشي. وبعد كده ايه وبعد كده يدهن طبعا في الأماكن الحساسة بماء الورد وزيت الزيتون، ماشي. هيدهن كده بماء الورد وزيت الزيتون. وبعد كده يدهن المسك في المكان الحساس، ماشي. طبعا عند الراجل أو عند الست. واللي أقدر أقوله قادر ربنا يوفق يا رب، ويبعد كل شر عن كل إنسان، ويبعد كل حاسد، ويبعد الشيطان الرجيم عن أمة محمد. بس أهم حاجة النية، وأهم حاجة إن هو يتخلص من الشيطان، والتقرب من الله هو أساس كل شيء. وأرجو من أحبائي دعم القناة والاشتراك وتفعيل كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.